شاكر رضوان أفضل جناح أيمن من الجزائر. محمد أو حسام صبحي سعيد، عفوا صبحي سعيد أفضل بلاي ميكر. محمد ممدوح أفضل لاعب دائرة من مصر. إدفالدو إسماعيل أفضل ظهير أيسر من أنغولا. تسليم الكأس ستكون على الطريقة الفرعونية. ويشرفنا الآن السيد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل نائبا عن سيادة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ليشهدوا تسليم كأس البطولة. À présent, nous invitons le Premier ministre, l'ingénieur Chérif Ismail, qui représente ce soir le président Abdel Fattah el-Sisi, à se rendre sur le podium. رئيس الوزراء المصري إذن شريف إسماعيل هو الذي سيسلم كأس البطولة. إلى جانب خالد عبد العزيز وزير الرياضة والشباب المصري، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. نذكر أيضا بأن مصر ستنظم مونديال النسخة 27 عام 2021 في مصر. ستكون المرة الثانية التي تنظم فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد بعد عام 99، وستكون أيضا المرة الثالثة التي تنظم فيها بطولة العالم على الأراضي الإفريقية، 99 في مصر، 2005 في تونس، 2021 في مصر. إذن تسليم البطولة، رمز البطولة رئيس الاتحاد منصور أريمو يقدم الكأس لرئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل الذي يسلمها بدوره إلى كابتن المنتخب المصري أحمد الأحمر. مبروك التتويج بهذه الكأس
Félicitations à toute l'Égypte. مبروك لمصر إذا ولكرة اليد المصرية. إذا إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذا الحفل، حفل توزيع الجوائز على المنتخبات الثلاث مصر تونس وأنغولا. كان معكم مهيب بن شليخة، نلقاكم دائما على محبة. أطيب المنى وإلى اللقاء. نعود من جديد إلى الاستوديو مع بديع. مصر. شكرا لمهيب بن شليخة.